معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعة النهاردة. هنعمل النهاردة أحلى مخلل، هنسلقه كل يوم وهنعمله كل يوم وهنبطل نشتريه خالص من المحلات. هنعمل الخيار النهاردة المسلوق. ايوه، هنعمل خيار النهارده مسلوق. يعني لو ما تشيليش هم خالص ان انتي ما عندكيش مخلل، لا هتعملي المخلل في ساعة واحدة بس، تاكلي احلى مخلل بيتي ونضيف جدا ومش هياخد معاكي اي وقت. معايا هنا حلة على النار، كل كوباية من المية حطيت فيها معلقة، حطيت لها معلقة كبيرة من الملح. المية بتغلي معايا، حطيت هنا ربع فنجان من الخل. لكل كوباية من المية حطيت معلقة من الملح. الخيار طبعا مغسول كويس جدا وشايلة هنا الأطراف بتاعته، ويفضل يكون خيار بلدي. تمام كده. معايا هنا الشطة برضو قطعتها زي ما انتم شايفين. وهبدأ كده، المية غليت بحط الخيار معايا وهفضل اقلب فيه علشان كله ياخد نفس اللون، لان الخيار الجزء اللي بيبقى في المية بيبقى يصفر، والجزء اللي بيبقى يطفو كده فوق بتلاقوه كده لسه اخضر. فعشان كده انا بقلب كده زي ما انتم شايفين باستمرار، ما تخلفيش خالص. الخيار مش هيتهري معاكي ابدا، وهتاكلي احلى خيار. وهتشوفوا معايا في اخر الفيديو شكله والقرمشة بتاعته تحفة. زي ما انتم شايفين كده الخيار اهوت، وبقلب على طول لحد ما يبتدي يصفر معايا. شايفين؟ اغطي عليه كده شوية عشان بس المية لما حطيت الخيار فاخدت برودة الخيار. فهنبدأ كده هقلبها لحد ما انتوا شايفين كده اللون الخيار ابتدى ان هو يتغير. المية خلاص اهيت ابتدت ان هي تقلب معايا. هغطي عليها وهطفي النار. تمام كده. هغطي بقى كده واسيبها لحد ما تهدى شوية. هكون بقى مجهزة المنكهات بتاعتنا اللي احنا هنحطها مع الخيار. معايا هنا البرطمان بتاعي، بحط فيه معلقة كبيرة مليانة من الفلفل الاحمر. لو مش بتحبي السبايسي حطي بارد. وبحط هنا معلقة كبيرة برضو من الثوم المفروم. انا هنا غسلت الثوم و كسرته او فرمته كده بقشره. حطيت نص معلقة كبيرة من حبة البركة. حطيت كمان 2 ورق لورا، وممكن كمان نحط كزبرة ناشفة حب. وبدأت هنا اجيب الخيار زي ما انتم شايفين، هو لسه المية سخنة وهو لسه سخن. هبدأ كده احطهم في البرطمان. احط كل الكمية بالطريقة دي. هجيب بقى المية وهضيفها على الخيار. طبعا المية فيها الملح بتاعها، وكمان المية متعقمة، مفيش اي مشكلة خالص منها. هغطي الخيار كويس جدا بالمية زي ما انتم شايفين، وهسيبه لحد ما يبرد. وبعد كده هدخله التلاجة وهتاكلي احلى خيار. انا هنا حطيت شوية من الشطة، ممكن تستغني عنهم لو انت مش حباه. تمام كده. وبطلع بقى الخيار اهوت. هنسمع احلى قرمشة بجد، حلو جدا جدا. لا اتهرى ولا باظ ولا في اي مشكلة خالص. ممكن كمان نحط شوية زيت عشان يدي لمعة. نسمع بقى كده، جربوه وقولوا لي رأيكم فيه. كانت معكم أميرة أبو زيد. باي باي.